بيحكي فيلمنا عن مسجل خطر ويوتيوبر متهور بيتحول من شخص عادي بتاع مشاكل صغيرة لعميل سري بيعمل مشاكل كبيرة. تعالوا نبدأ ملخصنا عشان نعرف حصل له ايه. بيبدأ فيلمنا في نادي أناركي 99 في دولة التشيك. صاحبه زعيم عصابة كبير اسمه يورجي. بنشوف واحد اسمه ماك وهو سارق معلومات عن يورجي ومنظمته أناركي 99، بس رجالة يورجي بيعرفوا انه عميل امريكي وكان بيتجسس عليهم. بنشوف ماك وهو بيحاول يهرب بالفلاشة اللي معاه، لكن يورجي بيكون كشفه وبيشوفه وهو راجع النادي تاني، فبيأمر القناص بتاعه يجهز سلاحه وبيقول له خلص عليه. بعدها بيضربوا رصاصة في قلبه بيخلص عليه بيها وبياخدوا منه الفلاشة. نرجع لأمريكا تحديدا في مكتب الاستخبارات الأمريكية، وبنشوف العميل جوبز وهو رايح يقابل المسؤولين عن ماك اللي مات ووصل لهم خبره، وبيعرفوا جوبز ان ماك وصل له شوية معلومات عن أعمال يورجي. ولما جوبز بيشوفها بيقول لهم ان المنظمة بتجهز لسلاح بيولوجي، وكالعادة عند الأمريكان كل منظمة ما بتحبش حد يتحشر في شغلها وبيكونوا رافضين جوبز يشتغل معاهم. بس جوبز بيقول لهم فكروا مرة كمان لأن أنا الوحيد اللي عندي الحل لو مش عايزين تخسروا عملاء تانيين. بيعرض جوبز خطته واللي بتكون عبارة عن تجنيد واحد من المسجلين في أعمال الخطر عشان يقوم بمهمتهم، ولو مات هم أصلا من الأول بيدوروا على الخطر. نروح لفندق كبير وبنشوف السيناتور الامريكي وهو وصل بعربيته لاخر موديل ومع بنت الله اعلم بقى مراته ولا ايه. المهم بيدي المفاتيح لشخص عشان يركنها وبيقول له اركنها بعيد عن الشمس عشان عليها اقساط، بس السيناتور اداها للشخص الغلط وبيطلع انه زاندر يوتيوبر مشهور باعمال التخريب، وبياخد العربيه وبيطلع يجري بيها وبيكسر مرايتها. فبيبلغ السيناتور ان عربيته اتسرقت والشرطه بتتحرك على طول. بنشوف زاندر وقف في مكان مع فريقه بيثبتوا كاميرات في العربية وبيرجع تاني للطريق وبيصور اللي بيحصل لمتابعينه. بيكون زاندر بينتقم من السيناتور عشان عايز يلغي ألعاب الفيديو ويقفل قنواته. الشرطة بتكون خلاص هتحصل زاندر اللي بينط بالعربية من فوق الجسر للنهر، بس هو بيفتح باراشوت وبينزل بيه عند أصحابه. أما العربية فبتنزل حتت وبتولع. زاندر واصحابه بيكملوا طريقهم ولا كأنهم عملوا مصيبة. بيرجع زاندر بيته وبيلاقي صاحبته عامله له حفلة بسبب المشاهدات اللي جمعها، وهي بتقول له عايزك تسافر لمكان اسمه باجو باجو علشان تشتغل براحتك ومحدش يقبض عليك، وعايزك تلم الدور اليومين دول لان الشرطه عينهم عليك وممكن يقبضوا عليك في اي وقت. فبيقول لها زاندر ما تخافيش عليا لان لحد النهارده محدش عرف يمسكني، بس مش بيلحق يكمل والشرطه بتقتحم المكان وبيضربوا زاندي رصاصه مخدره. بيصحى بعدها بيلاقي نفسه في مطعم وفي واحده بتصب له قهوه، بس بيظهر انها خايفه وبتلمح لزاندر ان في حاجه غلط. وبعدها في واحد بيطلع وواحد تاني بيهدده بالقتل وبيقف زاندر في النص يتفرج عليهم. بعدها زاندر بياخد السلاح منهم وبيضربهم، وبيهزر جوبز رئيس المنظمه وبيقول لزاندر انت عديت اول اختبار. بيساله جوبز انت عرفت منين انهم مش هيضربوا نار؟ فبيقول له اصل الممثلين بتوعك ما لهمش في التمثيل، واحده لابسه لي كعب وهي بتقف طول اليوم وده صعب، والتاني بيقرا جريده عدت من اسبوع فات. فبيقول له جوبز لا ده انت كده جامد وهتكمل معانا بقى باقي المراحل. لسه زاندر بيعترض وبيقول له انا مش عايز العب بس النادله بتضربه رصاصه مخدره. بيصحى بعدها زاندر في طياره مع 2 تانيين، بيعرف انهم هم كمان عدوا زيهم بمرحله المطعم. بعدها بيرموهم ال3 من الطياره في دوله كولومبيا، بينزلوا في واحده من مزارع المخدرات وبيروح واحد منهم يجمع ورق المخدر. بعدها بيسمعوا صوت عصابه جايه فبيهربوا، بس زاندر بيفضل مكانه وبيفتكر ان ده جزء من التدريب، بس بيخبطوه في راسه وبيفوق بعدها في مكان مهجور. بيلاقي اصحابه الاتنين متكتفين زيه. بيوصل بعدها رئيس العصابه واللي بيسالهم انتوا تبع مين بدل ما اقتلكم، بس زاندر بيفكروا اختبار وبيفضل يهزر لحد ما رئيس العصابه بيمسك له سكينه وبيكون عليها دم. بيشم زاندر ريحته فبيعرف ان الموضوع قلب جد وبينبه صحابه، وبعدها بيضرب رئيس العصابه. بس الجيش الكولومبي هجم على المكان وبدا يقتل في العصابه ورئيسهم، وبيقدر زاندر انه يفك نفسه وصاحبه اللي اتصاب. اما التالت بيقول لهم اطير انا بقى وكل واحد من طريق. فبيحاول زاندر انه ينقذ صاحبه وبيخبيه بين الزرع لحد ما بيجيب عربيه. على ما بيرجع له بيلاقي نفسه متحوط بالجيش الامريكي. تاني يوم جوبز بيعرف زاندر انه هو اللي فاز في اللعبه وهيكون عامل ليهم، بس هو بيرفض وبيقول له انه مش عاوز الفرصه دي، لكن جوبز بيهدده انه لو ما وافقش هيحبسه، اما لو وافق فهيبدا حياه على نظافه بعد العمليه. بيضطر زاندر انه يوافق يكون عميل عشان يكشف منظمة أناركي. بيسافر زاندر للتشيك مع العميل إيفان وبيوصلوا للمكان اللي هيقعد فيه، وبيقابل هناك عميل تشيكي اللي هيشرف عليه أثناء العملية واللي بيظهر انه مش طايق نفسه. بيسأل العميل التشيكي فين العميل الأمريكي، فبيشاور له على زاندر بس بيتريق عليه وبيقول لهم لو هو ده يبقى حضروا له كيس جثث زي الباقيين. بعدها بيدي العميل شوية تعليمات لزاندر اللي بيقول له أنا مش طايقك ولا طايق بلدك، عشان كده خليك خفيف وخد المعلومات اللي بلدك عايزاها وارجع. بس زاندر بيقول له أنا كمان مش طايق العملية دي على بعضها وعايز أرجع، وبيروح ينام.
فبينبه عليه العميل انهم هيروحوا نادي اناركي 99 بالليل، فبيصحى على 8. بنشوفهم بعدها وهم رايحين النادي وبيعرفوا العميل اللي تشيكي على يورجي ورجالته، وبيقول له حاول تتقرب منه من غير ما تعرض نفسك للخطر. بس زاندر بيروح جاري على يورجي وبيقول له انا عايز اتكلم معاك، لكن رجاله يورجي كانوا هيقتلوه، بس يورجي بيقول لهم طلعوه بره. فبيقول له زاندر براحتك بس في شرطه في ناديك، وبيشاور له على العميل اللي معاه، بيجيبوه وبيفتشوه وبيطردوه بره. وبعدها بيتعرف زاندر على يورجي وبيقول له انه عايز يشتري 10 عربيات منه عشان قناته. بيطلع انهم عارفينه لانه مشهور وبيقعدوا سوا عشان يتموا الصفقه. ويورجي بيعرف زاندر ان اخوه مجنون بيه وبيحبه. بعدها بيطلب يورجي من إلينا المساعدة بتاعته انها تسجل العربيات لزاندر اللي بيقعد يعاكس فيها، وبيحصل بينهم زي اعجاب. تاني يوم بيصحى زاندر على تليفون من جوبز اللي بيزعق له وبيسأله ايه اللي خلاه يغير انواع العربيات، فبيقول له لانها قديمة والعصابة هتكشفها، وبيديه بعدها معلومات قدر يجمعها عن طريق اخو يورجي اللي بعد كام كاش دروخ منه وعرف الرقم السري للجهاز بتاعهم. بيكون زاندر وصل لمعلومات مهمة جدا وبيتبسط منه جوبز اللي بيقول له كمل اللي بدأناه وانا هحولك فلوس العربيات. بعد كده العميل اللي تشيكي بياخد زاندر على واحد اسمه توبي من الشرطة عشان يجهز زاندر بمجموعة من الأسلحة، وبيديله توبي منظار بيشوف ورا الأجسام ومسدس بيصيب من على بعد كبير وشوية ضمادات، بس الحقيقة انها قنابل. بعدها بيروح زاندر يستلم العربيات، بس إلينا بتعرف يورجي ان الفلوس لسه ما وصلتش، فبينزل لزاندر وبيسأله لو العربيات عجبته، فبيقول له ايوه. يورجي بيقول له طب يدفع بقى، فبيهزر وبيقول له مش معايا، بس يورجي مش بيهزر وهيقتله، بس إلينا بتعرفه ان الفلوس وصلت لحسابهم، فبتشاور ليورجي ما يقتلوش. بعدها يورجي بيدعو زاندر للحفلة بتاعتهم بالليل، وبتكون الشرطة في الوقت ده بتتنصت عليهم، بس الازاز بيتكسر وبيشوفوا العميل اللي بيتجسس عليهم، فبيرفع كل واحد منهم المسدس على التاني لحد ما بيهدوا لما بيعرفوا انه مش تبع حد فيهم. بيطلعوا يطاردوه عشان يعرفوا هو تبع مين، وبيشرح يورجي لزاندر مين هم اناركي. بيقولوا انها عصابة دراجات اتكونت سنة 1999 وكملت مشوارها عشان تكون عصابة قد الدنيا. بعدها بيقتل زاندر الشخص اللي كان بيتنصت عليهم، فبيثق في يورجي اكتر وبياخده عشان يبات في القصر بتاعه. تاني يوم الصبح بيدخل زاندر مكتب يورجي عشان يكتشف اي حاجة عنه، بس بيلاقي إلينا هي كمان جاية وبتصور خزنة يورجي، وبيقدر انه يمسكها وبتشرح له انها بتعمل كده عشان الفلوس، بس هو بيقول لها كدابة لاني شكيت فيكي لما قتلت الشرطي اللي بالمناسبة ما ماتش. بيقول لها تعالي نتغدى بره ونتكلم شويه. اما يورجي فبيجي له تليفون من شخص مجهول بيكشف له زاندر اللي في الوقت ده كان مع إلينا في المطعم، وبيعترف لها انه عميل امريكي، بس هي مش مصدقاه. بس بيجي له تليفون من يورجي ان زاندر عميل، وبيقول لها انت في خطر ولازم ترجعي. بيقول لها تطلع وتسيبه لان كارل مستنيه بره وهيقتله، بس إلينا بتسال زاندر لو يقدر يخلي وكالته وتديها حق اللجوء السياسي والجنسيه لان بلادها اتخلت عنها بعد العمليه. فبيقول لها لو ساعدتيني هخليهم يعملوا لك اللي انت عايزاه. فبتقول له ان يورجي بيحضر لصنع سلاح بيولوجي بيستقبل رؤساء وعلماء بالنهار، بس مش مسموح لها بالدخول، وبتحذره ان كارل قناص يورجي مستنيه يطلع وهيقتله. فبيقول لها احنا هنعمل خطه هروب وانا هضربك عشان ما حدش يشك فيكي، وبيعملوا كده فعلا وبيقدر يهرب من كارل. لكن للاسف بيكون في حد مستنيه بره وبيخطفوا معاه وبيودوه عند صاله اوبرا اللي بيكون جوستس موجود فيها. وقتها بنكتشف ان جوستس هو اللي عمل كده علشان يرجعه لامريكا، وبيقول له انه قطع له تذكره علشان يرجع تاني لامريكا لانه اتكشف وما عادش ليه قيمه بالنسبه لهم، وانهم هيكملوا المهمه دي بمعرفتهم. بس زاندر بيقول له على إلينا انها مش وحشه زي ما هو متخيل، فبيقول له جاستس ان الحساب البنكي بتاع المنظمه فيه حسابات بنكيه باسعار كبيره، وان إلينا هي اللي ادت لهم ارقام الحسابات دي. فاكتشفوا ان الحسابات دي تبقى تبع العلماء روس في قسم الاسلحه البيولوجيه، وانهم هيقدروا يوقفوا كل اللي بيحصل ده بطريقتهم، لكنه لازم يرجع لامريكا في اسرع وقت قبل ما يموت. في الوقت ده مرضيش زاندر يرد عليه وسابه مشي. بالليل بنشوفه وهو رايح على قصر يورجي وتسلل له علشان ينفذ المهمه اللي اتكلف بيها، وما سمعش كلام جوستس ورجع لامريكا زي ما كان عاوز. اول حاجه بدا يعملها هو انه بدا يحط من اللزق اللي بينفجر على الموتوسيكلات اللي في القصر علشان رجاله يورجي ما يقدروش يهربوا ولا يجروا وراه. بس في الوقت ده شاف إلينا خارجه مع يورجي وما كشفهاش واخدها معاه للمنطقه المحظوره، فراح وراهم وضرب طلقه مخدره على الحارس اللي واقف على الباب، ودخل المنطقه المحظوره هو كمان. فشاف نفق تحت الارض بيوديه المكان شبه معمل الابحاث، وشافهم وهم داخلين للمعمل ده وقفلوا الباب وراهم. بعدها بنروح لإلينا اللي بتبقى واقفه مع يورجي وبيشرح لها عن الاجهزه اللي في المكان وبيفرجها على غواصه صغيره، وبيقول لها انها عباره عن سلاح بيولوجي بينشر سموم بين الناس ويقدر يقتلهم في مده قليله جدا. في نفس الوقت بيكونوا العلماء خلصوا الابحاث حوالين الغواصه فبيحتفلوا بالمناسبه دي. وقتها يورجي اخد إلينا ورجالته ودخل جوه صومعه من الازاز وقفل على نفسه. بنتصدم في الوقت ده لما بنشوفه وهو بيضرب صاروخ من الغواصه اللي لسه مخلصينها وبيخلص على العلماء كلهم، وبيقول لإلينا انه عمل كده علشان يقتل السر جواهم ومحدش يعرف حاجه عن السلاح الجديد اللي عمله.
بعد ما خلص على الناس كلهم شغل جهاز شفط علشان ينظف المكان من السموم بتاعت الصاروخ، وغسل المكان وخرج هو ورجالته وإلينا. في نفس الوقت بيكون زاندر واقف يتفرج على كل اللي بيحصل بالمنظار، وبيشوف يورجي وهو بيقتل العلماء وخارج مع رجالته. كمان أخد صور للغواصة ولكل حاجة في المكان علشان يوصلها لجوستس، لكن مرة واحدة بيكتشفوا 2 من رجالة يورجي وبيهجموا عليه، فبيبدأوا يضربوا في بعض، وبيقدر زاندر إنه يقتل واحد منهم بس ما بيلحقش التاني، وبيضرب جرس الإنذار في المكان كله. فبعت يورجي رجالته علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، بس زاندر قدر يهرب من المكان بسرعة وخرج أخد موتوسيكل من اللي واقفين بره بعد ما شال من عليه المتفجرات. وأول ما رجالة يورجي وصلوا علشان يركبوا الموتوسيكلات الباقية فجرهم كلهم. بعدها زاندر رجع على السكن بتاعه ولقى الضابط اللي بلغ عنه وكان عاوز يقتله لانه انضم لمنظمه اناركي 99، بس في اخر لحظه إلينا وصلت وقتلت الضابط وقدرت تنقذه من الموت. وبيكون معاها الاخوين إيفيان، وبدات تتكلم مع زاندر وقالت له انها كمان عميله في منظمه الاستخبارات الروسيه، لكن بلدها بعد الحرب غيروا الترتيبات بتاعتهم والمهمات اللي كانت بره البلد، ومن وقتها هم ناسينها خالص، ومن وقتها اضطرت تشتغل مع يورجي علشان محدش يكشفها وتموت. بعد كده زاندر قرر انه يتصل بجوستس وبعت له الصور والمعلومات اللي معاه، لكن زاندر بيتفاجئ ان جوستس كان عامل كل ده علشان يخليه يكمل في المهمه بتاعته، وان ده كله كان مجرد تحفيز ليه علشان يكمل مهمته بشكل صحيح، كمان انه يقدر يرجع لامريكا من تاني براحته لانه خلص اللي كان مطلوب منه. بس زاندر ما بيكونش فارق معاه، وبيساله هيعمل ايه مع إلينا، فبيقول له انه ما يقدرش يديها الجنسيه ولا يقف جنبها لان بلدها العدو الاكبر والاول لامريكا، لكنه هيحاول يحل الموضوع ده لما يرجع امريكا. قفل زاندر معاه، وإلينا حست انها ملهاش ملجأ تاني وطلبت منه يرجع لبلده اللي بتهتم بيه على عكس بلدها اللي رمتها بعد الحرب، بس مرضاش يرد عليها وسألها عن يورجي هيضرب الصاروخ امتى، فقالت له انه قريب جدا، فقال لها انهم لازم يكملوا مهمتهم للنهاية والا العالم كله هينتهي. وبعدها اخدها وراحوا للضابط اللي كان بيديله الاسلحة اللي محتاجها وبيطلب منه يسلح العربية بتاعته بكل الاسلحة الحديثة، وبيتفق مع الضباط اللي موجودين على خطة لتدمير كل ابراج الاتصال اللي حوالين قصر يورجي. بعدين راحوا كلهم لهناك بالطيارة، وزاندر نط من الطيارة على جبل جليدي، لكن وهو بيتزحلق على الجبل مراقبين الابراج شافوه طلعوا يجروا وراه، فبدأ زاندر يهرب منهم ورمى قنبلتين على الجبل علشان يعمل انهيار جليدي ويدمر كل الابراج. بالفعل كل ده حصل ورجالة يورجي هم كمان وقعوا وماتوا من الانهيار، لكن زاندر قدر انه يمسك في برج منهم وبيفضل على قيد الحياة لوحده. بس للأسف بعد ده كله الابراج كلها ما بتبقاش اتدمرت، ومسكوا رجالة يورجي ودخلوه عند إلينا. وقتها بيتصدم زاندر لما بيلاقي يورجي عارف كل حاجة عن إلينا وبيواجهها بيه، وانه كان عارف انها من المخابرات وكان سايبها بس علشان يقدر يستغلها صح. بعدين بص لزاندر وقال له انه متخيل ان هو الوحيد اللي هيفهمه، وبيقول له على خطته انه هيدمر مدن كتير جدا بسبب الدخان السام اللي هينشره، وان محدش هيبقى عارف مين اللي عمل كده، ووقتها كل الدول هتضرب في بعضها على اساس ان كل دولة معادية هي اللي عاملة كده، وقتها كل الحكومات هتختفي ويرجع عصر الحرية من تاني. وبيحاول انه يقتل زاندر، لكن مرة واحدة الشرطة بتدخل للمكان، فقدر يورجي انه يهرب هو والمساعد بتاعه، واخد معاه شفرة تشغيل الغواصة والصواريخ، لكن زاندر وإلينا جريوا وراه علشان يمسكوه، كان معاهم شوية من رجالة الشرطة، بس مساعد يورجي بيكون واقف في طريقهم وبيضرب اي حد بيحاول يخرج من المكان، فاستغلت الشرطة ان معاهم سلاح بيتتبع الحرارة، والمساعد بتاع يورجي كان بيدخن، فقدروا انهم يقتلوه بالسلاح ده من غير ما يشوفوه. بعدين بيدخل زاندر عشان يلحق يورجي قبل ما يطلق الغواصة، لكن للأسف ما بيلحقوش وبيلاقي الضرب خلاص. كمان يورجي كان راكب مركب وماشي في البحر عشان يقدر يظبط الإحداثيات، لكن زاندر ما كانش قادر يوصل له، ففضل يضرب نار عليه لحد ما الرصاص جه في المركب وانفجر بيه. بعدها زاندر وإلينا خرجوا من المعمل ولقوا الضابط اللي كان مجهز العربية بالسلاح مستنيهم، فأخدوها وطلعوا يجروا ورا الغواصة على الطريق يمكن يقدروا يوقفوها، لكن الغواصة كانت سريعة وبتبعد عنهم بمسافة كبيرة. بنروح بعدها للمخابرات الأمريكية اللي بيبقى من ضمنهم جوستس، وما بيبقوش عارفين طريقة يقدروا يوقفوا بيها الغواصة، فبيقرر جوستس انهم يجهزوا كل الطيارات علشان يضربوا الصاروخ وهو في الجو ويضحوا بمدينة واحدة بدل ما يضحوا بكل مدن العالم وتنتهي البشرية. اما زاندر فقرر انه يروح بنفسه لفوق الغواصة علشان يوقف الصاروخ قبل ما يطلع، لان انسب حل انه يوصل للوحة التحكم اللي فوق الغواصة ويعطلها من هناك. فركب كرسي فيه باراشوت واخد معاه سلاح فيه سهم وربط نفسه بالغواصة وطرف الجو لحد ما قدر يوصل للغواصة ويبقى فوقها، ففك الباراشوت ونزل فوق الغواصة ومسك فيها، بس للأسف لما وصل له معرفش يوقفه
لانه محتاج للشفره اللي هيدخلها فيها وهو ما يعرفهاش، ولقى صاروخ في الغواصه بيستعد انه يطير ويجهز للانفجار، فمسك الصاروخ وخلى وشه للغواصه علشان يدمرها وتنفجر ببقيه الصواريخ اللي عليها. وقتها الغواصه نزلت في الميه من تاني وزاندر كان فوقها وانفجرت في قلب الميه ومعاها زاندر. كل ده كان قدام يلينا والشرطه وكانوا زعلانين على موت زاندر جدا. فراح جوستس عند يلينا وقال لها انه هينفذ طلب زاندر ليه وانه هيديها الجنسيه الامريكيه، لكنها كانت زعلانه علشان زاندر مات فما كانش فارق معاها الجنسيه ولا غيره. بس مره واحده سمعوا صوت جاي من تحت الكوبري، ولما راحت تبص عليه لقت زاندر لسه عايش وخارج من الميه بيبعد بيغني وسقعان من البرد. فبتضحك يلينا عليه وبيأمر جوستس رجالته انهم يجيبوا زاندر بسرعه. بعد مده بنشوف زاندر ويلينا وهم في رحله مع بعض وتقريبا بيقضوا شهر العسل مع بعض، وبيجي اتصال لزاندر من جوستس بيقول له ان في مهمه جديده وعاوزه علشان ينفذها، وبيبارك له وبيقول له انه نجح في الاختبار الثالث ومستنيه ينجح في الاختبار اللي بعده، اختبار جوستس. هنا بينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيلم بتاع النهارده ونشوفكم في فيلم جديد. كل سنه وانتم طيبين. سلام. اللي بتكون مع واحد اسمه أغسطس، وده مؤسس برنامج ثلاثيه اكس، ولوحده قدر يوقف قيام الحرب العالميه الثالثه. كان بيتكلم مع واحد لعيب كوره وبيحاول يقنعه انه ينضم لفريقه من ثلاثيه اكس لان شايف فيه بطل، ولكنه بيرفض. ولما أغسطس مش بيلاقي منه اي فايده بيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بيدخل حراميه للمحل، ولكن اللعيب ده قدر بحيله ذكيه منه انه يديله ضربه جابته الارض. من هنا أغسطس ازداد اعجابه بيه وقال له انا عارف انك بطل من اول ما عيني جت عليك. وهوب بيتضرب نيزك على المحل بنار جامده بتدمر المكان باللي فيه. بتلف بينا الكاميرا في نيويورك، تحديدا في مقر وكاله الاستخبارات المركزيه. كان واحد من ضمن اعضائها بيدخل بالشفره السريه، وهوب بنت مش معروف هي مين لحقت الباب قبل ما يقفل ودخلت بكل سهوله. في الاسانسير تم الدخول بشفره العين، وبرضه بيبان واحد مش معروف هو مين قدر انه يدخل هو كمان. بعد كده بنشوف رئيسة المقر وكان معاها جهاز، وقالت لهم ان ده هو اللي دمر القمر الصناعي وتسبب في قتل أغسطس، وكان الجهاز اسمه صندوق الشر، وان فريقها تعقب اخر اشارة كانت واردة من القمر الصناعي كان مصدرها ميامي، وان واحد من الاغبياء مستقر في فندق 5 نجوم ومفكر انه يقدر يسيطر على العالم ويتجسس على النظام العسكري وحاجات تانية كتير. وبفضل 3 قنابل صوتية ورصاصتين وضحية واحدة قدرنا نجيب الجهاز اللي قادر انه يسيطر على الكل. من هنا بيظهر راجل سندال بينط بكل شجاعة من أعلى ارتفاع لحد ما بيوصل لمقر الاجتماع، بياخد الجهاز بكل سهولة وهوب بينزل ضرب فيهم واحد ورا التاني ومحدش أبدا كان قادر عليه. كان قوي جدا ومحترف ومدرب على أعلى مستوى من القتال. وفي طريقه للخروج بيظهر له واحد من المقر، ولكن صاحب أخينا ده هجم عليه ونزل فيه ضرب. أما البنت الجميلة دي فقدرت إنها تفتح لهم باب للخروج منه. وهنا بيقابلوا صاحبهم الرابع واسمه المجنون اللي بسرعة البرق جري باتجاه الموتوسيكل بتاع الحارس، وبكل حرفانة جابوا الأرض وأخذ الموتوسيكل منه. بنرجع للمقر والكل كان مصدوم من اللي حصل، بأن الجهاز الوحيد اللي قادر إنه يسبب كارثة عالمية اتسرق. أما المديرة فقالت إننا محتاجين نرجعه، بس الأول عايزين واحد بنفس كفاءة المجرمين اللي سرقوا الجهاز. ولما سألوها تعرفي حد بالمواصفات دي قالت لهم لأ، بس أغسطس كان عارف واحد وأنا هجيبه. بتنتهي بينا الأحداث لبطل فيلمنا اللي كان اسمه زاندر، كان بيسرق خط اتصالات لتشغيل ماتش كورة من الساتلايت، أو بمعنى أصح كان بيخترق القمر الصناعي. وهنا الشرطة بتشوفه على طول بيشغل ألواح التزلج بتاعته وبيقدر يمشي بيها في منحدرات الغابة بكل سهولة وحرفنة. القرية كلها كانت بتحبه والناس كانت بتشجعه في الشارع. وهنا وصل لمكانه، كان باقي ثواني والجهاز اللي معاه يفصل، ولكنه بيشغله في آخر ثانية والماتش بيرجع والناس بتكون في قمة سعادتها، حتى الأطفال كانت بتتقرب منه لحبها فيه. وهنا بنت جميلة قالت له هو أنت حرام تدفع الاشتراك عشان تسمع الماتش؟ فقال لها وادفع ليه وانفع الحكومة واملى جيوب المسؤولين فيها بالمليارات. بيسافر زاندر لبلد تانية، وهنا بيقعد جنبه راجل عجوز معاه شنطة بيتكلم معاه في كذا موضوع مختلف عن التاني، وبيديه شوية نصايح وبيسيبه وبيمشي من غير ما ياخد الشنطة. من هنا زاندر الفضول أخده وقرر إنه يفتحها، ولقى فيها متفجرات كتير، ده غير إن الشرطة حصرت المكان في ثانية. الغريبة إن زاندر ما كانش خايف، وبكل سهولة ضرب الضابط وأخد منه السلاح، وبكل ثبات انفعالي بقى يضرب بيه قدام الكل، وده لأن الرصاص مزيف أصلا. كان عارف إن دي حركات أغسطس، ما يعرفش إنه مات لسه. وفضل يندى عليه لحد ما المديرة بتظهر وبتقول له خلاص استسلمت. كانت معجبة جدا بذكاء زاندر وإنه قدر يكتشف إن دي حيلة للوقوع بيه، وقالت له إن أغسطس ما صدقش أبدا خبر موتك وكان بيدور عليك في كل مكان أخدته للكنيسة. وهناك حكيت له عن كل اللي شافته وعن المجرمين الفتاكين اللي محدش يقدر إنه يقف قصادهم، وسرقوا الجهاز بمنتهى السهولة. وطلبت منه المديرة إنها تساعده في القبض عليهم، لكنه رفض. قال لها أنت عارفة إني مش بشتغل مع أي حكومة. فقالت له لو مش عشاني فاعمل خاطر لأغسطس صاحبك، كمان بلدك محتاجالك، أو بمعنى أصح برنامج ثلاثية إكس في حاجة ليك.
فقال لها ما عادش في وطنيين دلوقتي، كل الموجودين هم الطغاة والمتمردين. ولما سألته انت مين فيهم قال لها انا اساس ثلاثية اكس، ودي كانت بمثابة موافقة انه ينضم ليهم. وقال لها انه يتوجه للندن عند صائد الاشباح، وبيروح فعلا لهناك وبيقابل بنت جميلة اسمها جيسيكا، كانت هاكر محترف جدا. قال لها عايز اعرف مكان شخص معين، فقالت له انت عارف ان لو استخدمت الكمبيوتر هيتم حبس لمدة 20 سنة، لكنه كان فاهم دماغها كويس. قال لها قول السعر اللي انت عايزاه وانا تحت امرك. في اليوم التاني بتروح له جيسيكا ومعاها عنوان الشخص ده، وقالت له انه كان صعب جدا كأنك بتدور على ابرة في كوم قش، لكنها في الاخر قالت له لو عايز تنقذ نفسك ما تفتحش الورقة دي واحرقها، وده لان الاشباح دول ما فيش اخطر منهم وبيسببوا المتاعب لاي حد يقرب منهم، ممولين ومدربين على اعلى مستوى للقضاء على اي حد يقف قصادهم. بيروح زاندر يقابل المديرة وبيديها الورقة اللي فيها تفاصيل الاشباح اللي حاليا موجودين في جزيرة بعيدة في المحيط الهادي. من هنا بتظهر العصابة وبتروح البنت اللي اسمها سيرينا لشانج وبتسأله عن صندوق الشر، فبيعرفها انه شايله في مكان آمن. فقالت له ان ده ما كانش اتفاقنا من الاول، مهمتنا كانت تدميره مش الاحتفاظ بيه، لكنه قال لها ان المهمة اتغيرت وانا مش هدمر الجهاز اللي بيه اقدر اسيطر على العالم كله. فحذرته وقالت له ان العالم ده كله بيدور علينا دلوقتي، لكن هو ولا الهوى. قال لها اهلا بيهم. بتلف بينا الكاميرا على قاعدة القوات الملكية في المملكة المتحدة مع المديرة اللي قالت لزاندر انك بعد ما قضيت على جماعة اناركي 99 اغسطس سلم شيك على بياض، وانا بقول لك كل ده عشان اعرفك انه اشترى لك وسيلة نقل جديدة كان قصدها على الطيارة دي. ولما بتدخل لجوه بتقول له سيب الجاكيت عندك ما تخافش محدش هيسرقه. من هنا زندر قال لها ايه وليه خفة الدم اللي انت فيها دي. بنتعرف بقى مع بعض على العميلة كلير اللي كانت شغالة مع اغسطس، عرفته المديرة انها هتتولى الدعم الكامل للعملية. بتاخده بقى المديرة وبتعرفه على كابتن بول، وزاندر بيكون عارفه من التلفزيون لان الرئيس بنفسه قام بتكريمه. بيفضل زاندر يتريق عليهم ويتكلم عن قدراته اللي ملهاش حل. من هنا كابتن بول اتضايق وقال لها جبت المصيبة دي منين؟ فبيضغط زاندر زرار الانطلاق على غفلة وبيطرد الكل بره الطيارة. على الجانب التاني من فيلمنا بيبان بنت جميلة اسمها أديل، كانت قناصة جامدة آخر حاجة، كانت بتراقب الأسد ده، وشوية بتلاقي صيادين بيقربوا منه لاصطياده، ولكنها قلبت الترابيزة عليهم واصطادتهم هي واحد ورا التاني برصاصة في رجل كل واحد فيهم. في الوقت ده بيتصل بيها زاندر وبيكون عايزها من ضمن فريقه. بيظهر بقى واحد بعربيته اسمه تورش، وده كان متمكن جدا في العربيات وسواق نينجا آخر حاجة. وبيظهر واحد كمان في كازينو اسمه تشو. الكل بيوصل لزاندر بقى والمديرة بتعرفهم أهمية الصندوق بالنسبة للبلد إيه، وقالت لهم هتهبطوا بالطيارة المانيلا وهتاخدوا طريق الجزيرة لوحدكم، ومن النهاردة فانتم جنودي. ولكن طبعا الكلام ما كانش عاجبهم واتريقوا عليها. بيدخلوا بقى الأوضة في الطيارة مليانة بجميع أنواع الأسلحة اللي مفيش منها في العالم أصلا، مزودة بأحدث التقنيات. وبيوصل زاندر للجزيرة ولما بيسألوه جاي ليه قال لهم إنه سمع إن ده أفضل مكان للاختفاء فيه لكام يوم من غير ما حد يسألك ليه. فالراجل قال له اعتبر إن بيتي هو بيتك لو السعر عجبني. في الحال بينده زاندر على تورش اللي كان معاه صندوق مليان بالأسلحة، عرض عليه إنه لما يبيعها هيديها نسبة 10%، بس الراجل رفض طبعا لأن النسبة قليلة من وجهة نظره. ولكن زاندر أخد سلاح وقسمه الاتنين عشان يوصل له مدى القوة اللي هو فيها، وبالفعل الراجل قبل بأي نسبة والأمور مشيت تمام. بيروح زاندر للحفلة مع أصحابه وهنا شانج بياخد باله منه، وزاندر هو كمان بيشوفه. على طول شانج بعت له واحد من رجالته عشان يقتله، ولكن تشو عمل حركة في الحفلة خلى صاحبنا مش عارف يوصل لزاندر اللي شاف شانج ومشي وراه. لما بيخرج بتكون سيرينا مستنياه وقالت له كنت فاكرة انك من القوات الخاصة، بس بالوشم اللي عليك ده حيرني الصراحة، ولو انت من وكالة الاستخبارات كانت بعت الطيارة بدون طيار وفجرت الكل، فانت اكيد من المخابرات السرية لانك من النوع المفضل عندهم. انت هنا يا اسطى عشان تدور على حد معين مش عشان تتخفى من حد زي ما قلت. فبيثبتها زاندر بالسلاح بالشكل ده وهي كمان حطت السكينة على رقبته. وشوية وشانج بيظهر وبيقول لها مين الباشا. بعدين اخدوه وتلموا على ترابيزة، وفجأة شانج خرج جهاز الصندوق الاسود، وزاندر بكل بساطة قال له انا بقى جاي عشان ده، وانا من وجهة نظري المتواضعة تسيبوه ليا بدل الحرب اللي هتقوم بينا عليه. فجأة شانج خرج قنبلة وهنا أديل ضحكت، ايه يا جدعان قنبلة يدوية احنا في التسعينات ولا ايه؟ من هنا زاندر قال لهم تمام لو عايزين القتل فخلوا الصندوق معاكم. واثناء النقاش بينهم بتظهر طيارتين في الجو، بينزل منها شوية رجالة مسلحين والدنيا اتقلبت بقى في الجزيرة، وشانج بياخد الجهاز وبيسيب سيرينا. من هنا واحد من المسلحين قال لهم اللي يتحرك الأول هيموت الأول. يسكت بقى عمك زاندر ويقفل بقه؟ ابدا، بيفضل يتحرك ويقول لهم او اتحركت مرة واتنين وما حصلش اي حاجة. بعد كده الكل خرج اسلحته وزاندر قال له انا معايا الصندوق اللي انتوا عايزينه، بس اللي هيلمسه هيموت. بدأ بحيلة ذكية منه انه يعرف اماكن تمركز المجرمين دول. وطبعا سيرينا كانت معجبة قوي بذكاء زاندر. بيتم رمي القنبلة والاشتباك بين الطرفين، واديل بقت تصطاد المجرمين واحد ورا التاني على حسب ما زاندر قال لها.
اتضح ان المجرمين دول من الروس، والكل بدأ يضرب ويدافع عن نفسه. اما تورش فطلب مساعده تشو اللي كان بيحرس المركب، بياخد زندر الموتوسيكل وبيبدأ انه يدمر اي حد على سكته. وهنا لقى ان سيرينا هيتم القضاء عليها، فاتدخل وانقذها في الوقت المناسب. وهنا الروس قدروا انهم يثبتوا تورش بالشكل ده، ولكن تشو دخل عليه بالمركب وانقذه، مفكر انه راكب عربيه. قال له زندر قال لي ما سيبش المركب عشان كده جيت بيه. اما زندر فكان ورا شانج اصلا عشان ياخد الجهاز اللي معاه، والاتنين دخلوا بالموتوسيكلات الميه، والله زي ما بقول لك كده، لحد ما بتيجي موجه بتوقعهم في البحر. ولكن زندر بيلاقي شنطه شانج، ولما بيخرج الجهاز بيكون معاه، بس سيرينا كانت في انتظاره. قالت له ان الجهاز ده خطير والمفروض ما يكونش مع حد وواجب تدميره. بالفعل ضربت رصاص عليه قسمته لنصين، وقالت له ان ده اللي كان اغسطس هيعوزه لو كان عايش. من هنا قال لها ايه رايك تنضم لفريقنا، وده برضه اللي اغسطس كان هيحبه لو كان عايش. وفي يوم جديد بنعرف من الاخبار ان حصل تفجير كبير قوي في الاستاد الاولمبي، زلزل موسكو باللي فيها، وتم تاكيد موت 7 عمال. وان في مصدر من وزاره الدفاع بياكد ان كل ده حصل بسبب قمر صناعي خرج عن السيطره وتم استخدامه كسلاح. وده معناه ان جهاز الصندوق الاسود باندورا ما بقاش سري وما تمش تفجيره ولا اي حاجه. وان في مقطع فيديو لجماعه مجهوله بيدعوا قدرتهم على استخدام الاقمار الصناعيه كسلاح فتاك ومدمر. من هنا المجهول ده قال لهم عطلوا كل وسائل التجسس بالعالم في خلال 24 ساعه، والا هيقوم بتدمير مدينه تانية من خلال استخدام قمر صناعي كسلاح مدمر. وان في 3000 قمر صناعي بيدوروا حوالين الارض، انا هستخدم منهم سلاح كل يوم لحد ما اللي انا عايزه يكون. فسالوا سيرينا لو ده كان جزء من مخطط شانج، فقالت لهم لا طبعا، احنا كنا اعضاء جديده في برنامج ثلاثيه اكس اللي اسسه اغسطس. وقتها اكتشفنا ضابط مهم ليه شأنه في المخابرات السريه كان بيحاول التلاعب بالاقمار الصناعيه، وقبل ما نكتشف مين هو الضابط ده تم قتل اغسطس. وهي حاليا مش فاهمه لو تم تدمير جهاز الصندوق الاسود فايه اللي حصل في موسكو ده. من هنا بتظهر كلير وقالت لهم اجابه السؤال، وان الجهاز اللي دمروه ده كان بوسعه التحكم في قمر صناعي واحد بس، يعني هما كانوا بيدوروا على نسخه تانية، اما الاصليه منها فمش موجوده، وده اللي تم بيه تفجير موسكو. من هنا زندر بيجيب الفيديو بتاع يوم الاجتماع اللي تم فيه الهجوم وسرقه الجهاز، وقال لهم لما شانج كسر الازاز الكل خاف ورجع الا عمنا ده اللي هو رئيس وكاله الاستخبارات المركزيه. وهنا المديره بتجيب اذن من الرئيس وتصريح بتعقب الخاين ده والقبض عليه. وهنا سيرينا قالت لهم انا اعرف مكانه في ثواني، وبالفعل عرفت انه في مدينه ديترويت. وبالفعل الخاين ده كان بيسمع الاخبار عن المأساة اللي حصلت في موسكو والضحايا، وكل ده كان بسببه. كان عنده شبكه كامله متكامله لتعقب ومراقبه اي حاجه. بيوصل الفريق في بيت قديم جدا، وكلير كانت معاهم لتعقب الخاين ومعرفه مكانه والتشويش على الاجهزه الخاصه بيه. اما زندر وسيرينا كونوا الاتنين صداقه مع بعض، او بمعنى اصح الاتنين اعجبوا جدا ببعض. كل واحد فيهم بدا انه يحكي عن حياه التاني. من هنا كلير بيجي لها اشاره من جهاز الصندوق الاسود، وقالت للفريق ان فيها تعطل الاشاره لدقائق معدوده. بينطلق الفريق بسرعه للمكان اللي فيه الخاين، وكان النينجا بتاعهم في السواقه هو اللي متحكم في العربيه، وكان بيسوق بسرعه جنونيه. اما اديلفا كانت شاكه ان سيرينا مش معاهم، وهنا العربيه وقفت على اخر لحظه بسبب ان الطريق مقفول. من هنا زندر خرج جهاز وقال لسيرينا لو حسيتي بالخطر فاضغطي رقم 9. وشويه وشانج وفريقه بيظهروا هما كمان، وقال لزندر انت بوظت حفلتي وسرقت سيرينا مني، انا كمان هبوظ العمليه بتاعتك. وادى امر لرجالته بانهم يقاتلوا الفريق. بيهرب شانج، وكان زندر بيقاتل اتباعه في محاوله للوصول ليه، وفعلا بيخلص منه وبيجري ورا شانج، وبيتقاتلوا الاتنين فوق العربيات بالشكل ده لحد ما شانج قدر انه ينزل الارض، وكان زندر وراه برضه. اما السواق المجنون فقال لصاحبه امسك نفسك، وهوب بحركه جامده منه قلب العربيه على خصمه بكل حرفنه. اما زندر فقدر انه يسبق شانج في الوصول لمبنى الخاين اللي كان بيحاول الاتصال بقمر صناعي تاني. وكلير قالت لهم سرعوا شويه عشان تلحقوه. بيوصل شانج وزندر لنفس المنطقه، وبيتم اطلاق النار عليهم من رجاله الخاين، ولكنهم في الاخر قدروا يتفادوا كل ده. ولما وصل زندر لمكان الشبكه بتاعته كان المكان فاضي تماما ومفيش غير الاجهزه وبس. وهنا شانج قال له ان اغسطس كان متاكد من رجوعك، وقال له كمان ان لو الجهاز تم تسليمه للامن القومي فكده ما عملناش اي حاجه ورجعنا لنقطه الصفر من تاني. شويه والخاين بيوصل وبيثبتهم بالمسدس، وقال لهم ان اغسطس كان هيبقى فرحان قوي لو شافكم انتوا الاتنين مع بعض. من هنا اديل بتوصل بالسلاح بتاعها، بس ما كانش في اي مكان تضرب منه على الخاين، فاضطرت انها تستخدم الاشعاع الحراري لمعرفه مكانه بالظبط. لكن حراره الغرفه كانت مغطيه على جهازها، وعرفت زندر بالكلام ده، فوقف لها في مكان واضح وكان بيديها التعليمات بالاشاره من ورا ظهره. هوب الرصاصه جت في راس الخاين بالظبط. وهنا الكابتن بول اقتحم المكان ومعاه رجالته، وقالوا لشانج على الارض يلا. المديره وصلت واخدت الجهاز اللي كان مع الخاين، وقالت لزندر انهم هيلبسوا شانج قضيه موسكو عشان الراي العام يهدى. اما المديره فغدرت بزندر وقالت له ان تم اغلاق برنامج ثلاثيه اكس ولابد من قتلكم.
من هنا بيوصل رجالة الوكالة لقتل الفريق في الحال، فكوا قيد رجالة شانج والفريقين اتحدوا مع بعض وبقوا واحد. نرجع للمديرة اللي قالت لزندر بعد قتلكم هيتم إذاعة إن الصندوق اتدمر معاكم، وبكده هنقدر نتجسس على العالم من غير ما حد ياخد باله ولا يشك في أي حاجة، وبيتم ضرب النار عليه ووقع على الأرض. ولكن زندر ما كانش تلميذ، كان لابس درع، وتم الاشتباك مع عناصر الطيارة وتدميرهم واحد ورا التاني. أما الفريق فالله يعينه كان داخل في اشتباك قوي جدا مع رجالة الوكالة، ولكن للأسف السواق بياخد رصاصة وبيتجاب الأرض. حصل ضرب نار واشتباك قوي جدا دام لفترة من الوقت بين الطرفين، لحد ما بيوصل ستون وبيدمر الكل بسلاحه الفتاك، وكان عضو قديم في ثلاثية إكس. المديرة دخلت في مواجهة مع شانج اللي وقع أغمى عليه، أما هي فكانت بتطلق قمر صناعي تاني باتجاه المكان اللي هم فيه، وكلير عرفت بالموضوع وبلغت زندر بيه. في الحال غير مسار الطيارة وفجرها، أما هو فقدر بحيلة ذكية إنه ينط في الوقت المناسب، وهنا شانج بان إنه بخير وتم إنقاذ العالم بفضل ثلاثية إكس. أما أغسطس فكان عايش وما ماتش أصلا. من هنا بيخلص فيلمنا. سلام.